يلا بينا نعمل ديزرت الشتاء ونيو يير كوكي باي. بحبها جدا جدا في الشتاء مع كوبايه شاي بلبن كده. الطريقه دي هتخلي لكم كوكي باي من بره ناشفه كده كراستي وحلوه، ومن جوه طريه، وفي نفس الوقت الصوص اللي احنا حاطينه من جوه مش هيهر منها ويقع من العجينه، لا ده هي هتخلي العجينه تشرب شويه من الصوص وهيبقى طعمها حلو قوي زي ما انتوا هتشوفوا. يلا بينا على الطريقه والمقادير. هنحتاج نص كوبايه سكر بني ونص كوبايه سكر باودر. انا ليه بستعمل سكر باودر؟ لان هو اولا بيدوب اسهل في الخليط مع البيض والزبده، وتاني حاجه بيدي كده قرمشه حلوه للكوكيز. انا ما بحبش استخدم في الكوكيز سكر سنترفيش العادي، ما بيبقاش طعمه حلو قوي وبينشف العجينه معايا. بعد كده هنحتاج حوالي 200 جرام زبده غاليينها على النار زي ما انتم شايفين كده. شايفين انا منزلاها هي بتغلي، ابدا اقلب الزبده مع السكر لغايه اما الزبده تنزل درجه حرارتها وتبرد. بعد كده اروح ضايفه بيضتين مع معلقه صغيره فانيلا ونقلب كويس لغايه اما البيض يدوب خالص في الخليط. بعد كده ابدا احط 3 كوبايات دقيق عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. اقلب المكونات الجافه مع بعض، وبعد كده اروح ضايفاهم بالتدريج على خليط الزبده. وبعدين ابدا الم العجينه بقى. البسكوتات كلها عموما ما نعجنهاش، هي بس بنلم العجينه لغايه ما توصل معاكم بالشكل ده. بعد كده ابدا احط الشوكليت شيبس بتاعي الكميه اللي انا عايزاها. انا هنا تقريبا كنت حاطه نص كوبايه شوكليت شيبس، ممكن كمان نحط بشر شوكولاته، اللي تفضلوه حطوه. بس انا بحب الشوكليت شيبس في الكوكيز، بتبقى طعمها احلى وبتبقى متماسكه وما بتخليش العجينه تبوظ. بعد كده نبدا نغلغل بس الشوكليت شيبس في العجينه. بصوا انا بعملها ازاي، ما ينفعش نعجن يعني، انا بس عايزه ادخلها جوه. بعد كده نبدا نقسم العجينه نصين. افرد النص الاولاني في الصينيه كقاعده، في صينيه مدهونه زيت دي مقاسها 24. بعد كده نحط صوص الفادج اللي احنا متعودين نعمله. وبعد كده قلت بقى ادلعها شويه، حطيت لها حبه بندق، لو ما فيش مش مهم. بعد كده رحت فردة العجينة التانية على شكل دورية، ورحت نقلاه وبدأت أقفل العجينة بتاعتي عشان بس الصوص الشوكليت ميقعش من العجينة أو يبوظ الشكل النهائي. بعد كده دخلتها في فرن حامي على 180 لمدة 20 دقيقة ل 25 دقيقة. بصوا هي طلعت ايه، متحمرة من فوق ومن تحت وكله تمام، الشوكليت ما باظتش منها ولا باظت. بصوا بقى لما هقطعها الشوكليت دايبة، بس ايه مش بتهر من العجينة، معنى كده ان العجينة شربت شوية من الصوص بتاع الشوكليت، وكده تبقى هي العجينة ناجحة. شايفين هي عاملة ازاي؟ معنى كده ان العجينة طرية وفي نفس الوقت كراستي من بره وهي مستوية. بصوا شكلها حلو ازاي، مظبوطة وكراستي وهتعجبكم قوي ومشهية. ما تنسوش بقى لما تجربوها تقولي لي ايه رأيكم فيها. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب.